بيجينا فيه الغدار ولا عنواني بعقلي تشريد صاح قلوب الناس ولا حشر خيوطه نيا مشات خلاص والباطل على وحيوطه الزمان واش من الزمان يا قلبي جينا فيه الغدار ولا عنواني بعقلي تشريد صاح قلوب الناس ولا حشر. السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى كلكم تكونوا بخير بالف خير وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد وغنديروا ملخص او توقعات الحلقه الاخيره من مسلسل كاينه ظروف. بالنسبه للمسلسل كاينه ظروف للبطوله ديالو 3 ديال الاشخاص اللي هي حنان، ناديه، فوزيه. هما دوزوا بزاف ديال المعاناه، دوزوها داخل او خارج السجن، وهنا كل وحده الظروف ديالها اللي دخلتها السجن او اللي كانت السبب ديالها. بالنسبه ناديه كانت كتعرف السيد علي، وكان السيد علي انه بزنس كبير ودار لها الحشيش داخل السياره ديالها وهي في الطريق ديالها لمراكش، وتما شدوها الطريق ودخلت السجن. اما بالنسبه لناديه كانت سبب الزوج ديالها لانها طمع في الميراث ديالها وخدا ليها الثروه ديالها كامله ودخلها السجن تهيايا وكره الابنه ديالها فيها. بالنسبه لفوزيه كانت شيخه، وكان هذاك العرس اللي كانت خدمات فيه كانت ماتوا فيه جوج ديال الناس، العروسه والعريس اللي الامهات ديالهم حاليا مازال حيين، وباغيين ينتقموا من الشيخه فوزيه لان عند بالهم ان هي السبب الرئيسي او هي السبب في الموت ديال الابناء ديالهم. كل وحده والمعاناه ديالها او الظروف ديالها. بالنسبه لحنان من بعد ما خرجت من السجن كانت مشات عند الخال ديالها. كيف ما عرفتوا ان جده ديالها توفات، بزاف ديال الظروف اللي وقعت لها او بزاف ديال المعاناه اللي عاناتها. من بعد اتجهت للمنزل ديال فوزيه وبقات معاها. بالنسبه لناديه مشات عند الاخت ديالها واستقبلتها، ولكن الزوج ديال الاخت ديالها ما غاديش يبغيها لان الزوج ديالها السابق غادي يقول لي خاصك تبعد عليك فوزيه، عفوا ناديه اتبعدها عليك، وغادي يتم الطرد ديالها. من بعد حتى هي غادي تجي تسكن مع فوزيه ومع ناديه ومع حنان. من بعد ما دوزوا هذه المعاناه كامله هنا ناديه غادا تقرر انها تبيع هذيك الارض، وكيف ما عرفتوا بان الزوج ديالها غادي يتابعها عاوتاني باش يحيد لها جميع الميراث باش ما يكونش عندها الفلوس وباش ما تاخذش الابنه ديالو. بالنسبه لحنان غادا تبدا الخطه ديالها او التخطيط للانتقام من علي، وهنا غادا تبقى تخطط ليه حتى تدخلو داخل السجن، وفي نفس الوقت كتاخذ من عنده مبالغ اللي هي كبيره، وكانت هي محتاجه الفلوس في هاد الاوقات هذه. بالنسبه لناديه مني غادي يضربوها الحيوط كيف ما كنقولوا، ما غادا تلقى فين تمشي، غادا ترجع عند فوزيه وغادا تجلس معاها. وهنا فوزيه غادا تقرر انها ترجع للمهنه ديالها الاولى اللي هي التشييخ، وغادا تدخل معاها حتى حنان وناديه، وغادي يوليو عاوتاني شيخات. وحنان غادا يجيها الغرور وغادا تتبع الشخصيات الكبار لانهم كيعطوها الفلوس بزاف. ولكن هنا غادا تتطور العلاقه ديالها بين يوسف وبين حنان لان غادي يولي يبغيها بزاف وحتى هي غادا تولي تبغيه. وكيف ما عرفتوا بان خالد اللي كانت كتعرفوا في القديم هنا تخربق، ما بقاش عارف بين يختار واش بين جميله ولا بين حنان. ما عرفش اشنو اللي غادي يديروا وشنو اللي ما غاديش يدير لانه ما بقاش عارف القرارات اللي خاصو يدير. المهم كيف ما عرفتوا هنايا بالنسبه لفوزيه كتبحث على الابن ديالها، وغادي تمشي تسول السيده اللي كانت خدامه في السجن وغتقول لها واش عرفتي الابن ديالي شكون داه ليا، وهي تقول لها بان المحامي ديالك اللي داه. هنا فوزيه غادي تبدا تقلب على المحامي باش تعرف الابن ديالها فين كاين. من بعد ما لقات المحامي وعرفت بان المحامي هو اللي تكلف ليها بالابن، قالت لي فين هو الابن ديالي، قال لها ما عرفتش، ولكن هو متكلف بالابن ديالو ورباه. كيف ما عرفتوا بان المحامي ما كيولدش. غادا تطور او غادا تدهور عفوا العلاقه بين لينا والزوج ديالها اللي هو الزوج ديال ناديه سابقا. هنا لينا غادا تمشي عند الطبيب لانها باغا تولد مع الزوج ديالها. غادا تمشي عند الطبيب وغادا تلقى عندها كل شيء مزيان وممكن انها تولد. من بعد ما غتطلب من الزوج ديالها باش يمشي عند الطبيب قال لها لا ما غاديش يمكن لانني انا كنولد وعندي ابنه وهذا الشيء راه كاين. قالت ليه عافاك ممكن انك تمشي، وحاولت انها تطلب منه انه يمشي ولكن هو كان رافض وبقى كيتعامل معها بطريقه اللي خايبه.
ولا حتى هي كتعامل معها بطريقه قاسيه بحال ناديه. من بعد غادا تولي تاخذ الابنه ديال ناديه، وغادا تولي ديها تشوفها الام ديالها خبيه من الاب ديالها. وهنا غتحاول انها تصالح مع ناديه وترد العلاقه اللي كانت بيناتهم قبل، وغادا تعرف بان الزوج ديالها فعلا حتى هو كيعاملها بنفس الطريقه اللي كان كيعامل بها ناديه. وكتحاول تصلح بين الامور او بين العلاقه بين ناديه والابنه ديالها. هنا حنان غادا تكمل الانتقام ديالها، وغادا تطيح علي في الشبكه وغادي يدخل للسجن. وهنايا حنان غادا تطور العلاقه ديالها بينها وبين يوسف، وفي الاخير غادا تتم بالزواج لانهم كيبغوا بعضياتهم بزاف وما غاديش يقدروا يعيشوا بعادين على بعضهم. مهم غادي يكونوا حلقات اللي هما زوينين بزاف واللي غادي ينالوا اعجاب ديال المشاهد المغربي. المهم فوزيه في الحلقه الاخيره ملي غتعرف الابن ديالها وغادي يجي عندها وغادي يسلم عليها، لان غادي يخدم معها في الفرقه ديالها ديال التشييخ، لان الابن ديالها حتى هو عنده الميول ديال الغناء، وغادي يخدم معها. من بعد ما غتعرفوا حتى هو غادي يعرفها، غادي تكون هنا النهايه حزينه للابن ديالها. يلا تعرف على الام ديالو، غادي تكون فوزيه صافي قد فرقت الحياه، غادي تكون ماتت. وهنا غادي يكون انهيار ديال الابن ديالها، لانه يلا عرف الام ديالو مؤخرا من بعد ماتت. وهذيك الدار اللي ساكنه فيها فوزيه غادي تخليها الحنان وغادي تخليها ليوسف، لانهم غادي يعيشوا مزيان في هذيك الدار. بالنسبه لناديه صافي الزوج ديالها غادي تكتشف الحقيقه ديالو، حتى هو غيكون المصير ديالو السجن، ولكن هي غادي ترجع بقوه وغادي ترجع الثروه ديالها وغادي ترجع الابنه ديالها، وغادي تكون عايشه مع الابنه ديالها بسلام. من بعد ما اكتشف هو بانها الابنه ديالو ماشي هي غير بنت ناديه. مهم بزاف ديال الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه الاخيره واللي غادي يكونوا زوينين بزاف. حنان غتوصل للهدف ديالها، خالد غادي يتندم مع الحال وغادي يبغي يرجع لجميله، لان اكتشف مبقاش كيبغي حنان نهائيا. ولكن جميله كانت غتشدها فوزيه حتى هي من بعد ما ضربوها الحيوط، غادا تشدها فوزيه وغادا تجلسها عندها. ولكن غادي يجي يطلب منها السماحه. جميله ما غاديش تبغي، لان غادا ترجع بقوه جديده وبشخصيه جديده، لانها المره الاولى كيف ما عرفتوا بانها كانت غير تابعه، ولكن في الاخير ما غاديش تبقى تابعه، غتولي حتى هي بشخصيتها القويه. المهم هنا هذا هو الملخص. كنتمنى ان ينال اعجابكم. بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد، وما تنساوناش باللايك والاراء ديالكم في التعاليق. كنتمنى لكم التوفيق وفي الحياه ديالكم، وكنتمنى لكم رمضان الله يدخلوا عليكم بصحه وسلامه ان شاء الله وبطول العمر وبكل ما كتمناو يا ربي. مع السلامه. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد.